مالك ابوي؟ اول مرة قلبك ما يحسش بوجودي. كمان حتى اخوك جايب كعك. على كده انا اروح اجيب لكم كرتونه تلموا فيها الكعك بتاعكم. جاك ضربة في ايدك عشان لا ايدك ما تلحق خشمك. يا ابوي دراعي، كسرتي لي دراعي بنت الصرمة. من غير تريقة يا ابوي، انا ساكت بس عشان العين فيها قشاية. وانا رحت فين؟ والله العظيم لروح لهم واخلي عيشتهم طين. مش كفايه يتهجموا على بيتي وانا مش قاعد ياكلوا مال اليتامى دول. ماشي يا ست، لما نشوف مين فينا يعيش في الدنيا دي. ليه انت يا والدي ما اتجوزتش من بعد ما امي توفت؟ عشان ما فيش زي امك يعني ابوكي، وانا اتجوز ليه وانا في نعمه الحمد لله. وبعدين ما فيش واحده هتشوفها عيني زي امك الله يرحمها. انت شفتها يا والدي؟ ايوه شفتها، ما انا على ايامها كنت بشوف. وكيف كان شكلها؟ الا فاكر عمك الله يرحمها كانت كيف البدر ليلة تمامه. بتحبها يا والدي؟ ما اقدرش احب ولا يزور قلبي الحب بعديها. وبعدين انت واخوك مالين علي الدنيا، يبقى لي اتجوز عاد. ايه ده؟ انت بقيتي براسين يا كاسات. لا يا ابوي، جاتي بنت خالي سناري جاي تبيت عندينا ونسيت ما اقول لك. بنت خالك سناري؟ واقول الراس دي كلها جات من فين؟ خلاص نام يا بابا، تصبحوا على خير. ايه الريحه دي؟ ما كفاياك يا قمريه، نفخت بطني يا شيخ. تصبح على خير، تصبح على خير. رب اعمل ايه يا رب؟ دبلنا يا رب. ايوه امسك نفسي كده واديله فوق راسه. نسيت النت مفتوح يا. تسول ده مش تسول، جرستون الله يجرسكم. لو قلت زيع هزيع. ايوه يا زفت الطين. انا مش هرد عليكي عشان عمك اللي هو ابويا رباني كويس. ما انت وعمي اللي هو ابوك طينة واحدة. هنغلط تاني؟ احنا لسه بنصفي في الحساب القديم. حسابك تقل قوي يا بنت العم. حسونة انا مش ناقصة واللي فيا مكفيني. انجز وقول عايزية. وبعدين انت مش خايف من عمك يشوف الصورة دي؟ يشوف صح يا بتقولي كلام تصدق. انا عارفك انك قاعدة جنب التلفون.
الخلاصة في عريس. ها، عريس لمين يا ولد عمي؟ هيكون لمين يعني؟ لعم اللي هو أبوكي ليكي. لي أنا يحسونه عايز نتجوز وأنا لي 10 سنين منك لله يا أخي. هو ده شرطي عشان ما نشرش صورة المحروس قمرية، هو بيشحت. ما أنت ولا جلست ولد عمك هتجلس نفسك بردك يا أهبل. ومين قال لك أنا هنشرها؟ أنا أصحابي واللي عايز يخدمني كتير. قدامك يومين والعريس هيوصل يا عروسة. أعمل إيه يا رب؟ دبرني يا رب. أنا زعلانة منك يا قمرية. واعي يا قمرية، لا تعمل كده يا قمرية. أنا كيف النه؟ وادي مصورينك على التليفون. أنا قلت اللوز الله يسامحك يا قمرية، كسرتني والله. أنا مظلوم والله. إيه ده؟ تتكلم يا قمرية؟ أحمدك يا رب. هات علبة السيجارة دي. أمي بارك الله فيك يا سيد عمه. خد دي. نه خد دي. شكلك بركة. بارك الله فيك يا سيد عمه. هو الموضوع كده؟ طب ماشي يحسوني، بس دلوقتي خلينا فيك انت. الحمد لله على سلامة لسانك يا قمرية. قمرية بتتكلم؟ قمرية الحمد لله على السلامة يا ولد. الحمد لله على السلامة. أحمدك واشكر فضلك يا رب. الحمد لله. من هنا ورايح مفيش قمرية، في مصطفى. أهلا وسهلا يا ود العم، منورنا والله. النور نورك يا عم مغوري. أنا اسمي المقاول المصري، مقاول كبير، والحمد لله ربنا موسع علي. عم مغوري حلوة دي. غير بقول لك يا عم مغوري ده أكبر من جدي في السن. مغوري اهدى شوية يا سناري لحد ما نعرف فيه هو عايز بالظبط. باختصار كده أنا طالب القرب. طالب القرب من مين ولا مين؟ أنا طالب القرب منكم. والله انت لو طالب عروسة لعيل من عيالك احنا نتشرف يا حاج نصري، بس والله انا عندي بنت واحدة وصغيرة في السن. أيوة عارفها، بنتك ست ربنا يحرسها، وهي اللي عليها العين، وهي المقصودة، وهي مش صغيرة قوي يعني. وبعدين أنا وحيد. يا راجل انت وحيد ولا نصري؟ الراجل ده بيقول ايه يا سناري؟ وضح لي كويس.
عشان انا اعمى ما بسمعش كويس. قول كده تاني، يمكن يكون احنا بنحلم ولا حاجة. زي ما سمعتوا كده، انا طالب القرض في بيتكم 6 ابوه. يا راجل انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انت عارف بتتكلم عليها دي سنها كام سنة؟ عارف، قالوا لي عندها 16 سنة، واحنا ممكن نستنى 2 لغاية ما نكتب. والله باين عليك ما بتخجلش يا حاج. يا عمي انا بنتي عندها 10 سنين، يعني لو انت عايز تستناها هتستنى 10 سنين تاني. 10 سنين؟ ده مضلق. وليه الغلط ده بس يا عم مغوري؟ طلع الراجل ده من بيتها كم غوري ولا هعملها انا؟ انا هكتب لها 10 فدن وفي احسن ارض عندي. ولا مالك كله، ما قلنا لك ما عندناش بنات للجواز. اطلع برا يا رجل انت بدل ما تشغل العصاية. طيب قبل ما اطلع برا نسمع رأي العروس. عروسة مين دي يا راجل انت؟ ده عيلة والله يا قرشهم. مش بقول لك انت راجل ما بتخجلش. اتفضل يا ابوي اتفضل، روح اعمل لك عمره ولا اعمل لك حجه. ماشي. بس انا كانت نيتي خير ليكم. سلام عليكم. مش عارف ليه شامي مريح يتحسونا في الموضوع ده. وانا برضو. هاتها جمايل يا رب. اشرب واسكت وارضى يا قلبي بمر الكاس، ما هي هتفضل تسرق منا اعز الناس. اشرب واسكت وارضى يا قلبي بمر الكاس، ما هي هتفضل تسرق منا اعز الناس. محدش بايده يبدل وعيده، هنفضل بشر طويها القدر في كل الحالات. نودع حبايب نفارق حبايب، يا ريت الألم ودمع الندم. ها ايه الاخبار؟ نقول مبروك؟ لا لسه شوية. طب مبروك مقدما. ده انت شيطان، كيفك قدرت تبرمج دماغ البت؟ محدش يقدر يكسر كلمة انا قلتها. طيب انا عايز افهم ايه اللي هيتم دلوقتي؟ اللي هيتم انت تستنى الرد مني، والرد هيكون مبروك. الله يبارك فيك. مش لما يتم المراد الاول؟ هيتم، بس انت اوعى تنسى حلاوة الفرح. كل ما تحل كيسك تحلي خشمك. سلام. طيب سلام. ولا اقول لك انت مش هتديني رقم العروسة؟ اكتب عندك. تمام. تمام يا باشا، تمام، شكرا. حلي خشمك قال، جاك وجع في خشمك. الو، ازيك يا ست ابوها يا بنتي؟ ايوه، مين انت يا عم؟ انا عمك نصر يا بنتي. بس قبل ما تقفل السكه عايز اقول لك كلمتين يا ابوي. شوفي يا بنتي، انا راجل شبحت من الدنيا دي وعاوز اعمل حاجه لاخرتي، ونفسي احميك من ولد عمك اللي كله شر ده. طب ايه هنعمل يا عم نصري؟
كل واحد بياخد نصيبه. الحمد لله. أنا أقول لك نعمل إيه يا أبوي؟ المثل بيقول لك يا بخت من نفع واستنفع. يعني لو تقدري تاجي كل جمعة توظفي لي البيت وديك الشهرية اللي انت عاوزها. لا يا عم نصري، انا ما اقدرش اجي واسيب ابويا واخويا، وبعدين وردك ابراهيم بقي في البيت وبقي راجع، ويعني ما يصحش اقعد في البيت وهو قاعد فيه. هم كلهم ساعتين، والكان على ابراهيم اطمني هو مش بيقعد في اليوم ده، يعني انت هتقعدي في البيت لوحدك. خلاص يا عم مصري، هاش ابويا لما اجي من الجامع واصلي العشاء واجيلك. رايحة فين يا ست؟ بقول لك يا قمرية، ابوك جاي من الصالة ولا لسه؟ ايوه جيت ونام على طول. ليه ما استناش احضر له العشاء؟ قلت له، قال لي تعشيت وريح شوية. بقول لك انا طالعة، في ناس وصوني على حاجة وراح اوديها لهم. رايحة فين يا ست أبوها يا بنتي؟ راح اودي حاجة ابو، في ناس وصوني عليها هوديها واجي. روح يا بنتي وما تتأخريش. خشيت ابوه؟ الحمد لله اتعشيت عند شيخ البلد، ربنا يبارك فيه ويوسع عليه يا رب. كون عايز حاجة يا ابوي اقدرها لك قبل ما امشي؟ لا يا بنتي روح انتي. يا رب يا رب احفظها فين ما تكون، يا رب يا رب استرها معاها دائما يا رب، يا رب خليها لي يا رب. ايه عاملة يا ست ابوها يا بنتي؟ الحمد لله يا عم نصر. الله ينور عليكي. مالك يا عم نصري؟ مالك؟ والله يا بنتي الحتة دي بتنقصني مش عارف ليه. سلامتك يا عم. طب في دواء بتاخده للوجع ده؟ لا، ده أول مرة أحس بالوجع ده كده. يا عم نصري، يا عم نصري، الحقونا يا ناس، الحقونا يا ناس. اسمعي يا ست أبوها يا بنتي، أنا زي ما وعدتك أوقف معاكي في حياتي
برضو أنا ورثتك بعد ما أموت. جاك ضربة في ايدك، خلي ايدك متلحق خشمك. كفاية كفاية. هو ده التوك توك يا اخوي؟ الو ايوه مين بتقول ايه؟ ود اخوي عمل حادث؟ يا ساتر يا رب. وين وكيف؟ حسونه يا ساتر. ست ابوه هات الجلابيه يا بنت، هات الجلابيه. يا ولدي الدكتور قال لك ما تقعدش في البيت كتير عشان نفسيتك ما تتعبش. قلت لك مش عايز اشوف حد يا ابوي، وبعدين ما تتكلمش كتير، صوتك بيوترني وبيتعب اعصابي. صوتنا يا سيد ابوك، صوتنا بفلترك ويتعب لك اعصابك. بفلترك؟ اسمها بيوترك، ما جهلك ده اللي خلاني كده. انا عارف ليه ما طلعتش متعلم زي عمي اللي هو اخوك. واه انت بتعيرني بجهل يا ولدي؟ بس انا اللي غلطان. انا لو راجل بفهم صح زي عمك اللي هو اخوي كنت عرفت ان اخوي هو الاصل وهو اللي بقيلي. وانا لو راجل بفهم صح ما كنتش تبعتك لحد ما انت قعدت على الكرسي ده. انا لو راجل صح بفهم ما كنتش قدرت تقل عينك فيه وتقول لي كده وبعت اخوي واشتريتك انت. انت ابوي بتضربني وانا في الحالة دي؟ ومن هنا ورايح مش عايز اسمع حسك في البيت ده عشان انت اللي صوتك بيحرق لي اعصابي.
اهلا يا مغاوري يا اخوي. اهلا يا ملاجي. اي عامل يا اخوي؟ اهلا يا راجل يا طيب. الف سلام على حسونه يا اخي. اهلا يا راجل يا طيب. السلام يا حسونة، والله أول ما سمعنا جينا. جاك ضربة في إيدك ولا إيدك متلحق خشمة. قلت لك مش عايز اشوف حد يا ابوي. تفضل يا مغاوري يا اخوي، انتوا لسه واقفين؟ اقعد تفضل يا مغاوري، اقعد يا ست ابوها يا ست عمك. يزيد فضلك يا اخي. الف سلامه. الف سلامه عليه. طول عمرك يا حسونه وانت مش عايز تشوف حد غيرك. ليه يا ولدي؟ ليه الشر اللي جواك ده؟ شاربه من كف مين؟ من كف امك ولا ابوك؟ ابوك اللي عاوز يبلع حق شرع ربنا. انا اقول لك شارب الكره وجايب الشر ده كله من فين؟ من كفك انت يا ابوي. انا يا ولدي. ايوه انت دايما محسسني بالنقص، وبالذات قدام بيت عمي اللي هو اخوك. دايما على لسانك هم متعلمين وانت جاهل، هم واعيين وانت غشيم، هم هادين وانت طبعك واعر وزي الزفت. هم لحد ما كرهتني فيهم. ما انت طبعك زفت صح. عشت عمري كله عشان ارضيك يا ولدي، وانت مش راضي وباصص للي في يد غيرك، مع ان انت معاك الكثير. انا ما شربتكش الشر زي ما انت بتقول، عشان انت الشر نفسه. ده انا اشتريتك وبعت اخوي، مع اني انت الباطل وهو على حق. واحنا مسامحين في حقنا يا عم، وكفاية اللي حصل. يعني ده درس لكل من تسول له نفسه انه يدار الحق بالباطل. وبعدين زي ما قالت لك ست ابوها يا اخوي، احنا مسامحين. يا حسونا يا ولدي، السماح طبع الملاح. يعني دايما تشتري الخير وتبيع الشر وتتمنى المحبة. دي المحبة تستر. انت اللي تسامحني يا عمي، اما انت ست ابوها وش منك في الارض. لو عشت الباقي من عمري اطلب منك السماح، مش قليل عليك. وحياة ابوك اللي هو ابويا سامحيني. وانا مسامحاك يا حسون. مسامحينك يا حسونا يا ولدي من جوا قلوبنا. ادعي لي يا عمي، محتاج لدعوتك. ربنا يخفف من عليك، قادر يا كريم يا ولدي. طب بعد اذنكم. سامحني يا مغاوري يا اخوي، انا طالب منك تسامحني. مسامحك يا مليج يا اخوي، مسامحك. ربنا يسامح الجميع. وانت يا ست ابوها يا ست عمك سامحيني، انا ظلمتك كثير. وانا مسامحاك يا عمي ما دام اعترفت بالذنب. عواف يا والد. عواف يا ابوي. الله يعافيكم يا اولاد. اي عاملين؟ ايه جايبالنا ست ابوها؟ جايبالك اكل حلو يا ابوي. اكل حلو؟ طب يلا بينا ناكله قبل ما يمسخ. الحمد لله، الحمد لله على البصر والبصيرة. الحمد
الحمد لله يا رب. الحمد لله انت اللي شفت يا والد. الحمد لله. الحمد لله اللي انا شفتكم يا اولاد. الحمد لله.